السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لسه مكملين مع بعض ونبني لبكرة على 102.2. جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة يعني حديثة منذ 2018. هذه الجائزة تعمل على رفع التميز الحكومي والمنافسة الموجودة داخل القطاع الحكومي. أمس كان الاحتفال بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وتحت قيادة معالي دولة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضا مريم حمادي وزير الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات. تفاصيل أكثر عن جائزة مصر للتميز الحكومي الذي تعقد كل عام. معنا الآن المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي الأستاذة سهى سعيد. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. أهلا وسهلا. يعني تحية جميلة جدا لك على هذا التنظيم الرائع والتميز فعلا في إدارة هذا الاحتفال. دائما مصر بستاتها وأولادها بتكون في الصدارة ودائما متميزة أمام الوطن العربي والعالم. أستاذة سهى، يعني أنت منورانا على راديو القاهرة الكبرى، وعايزين نتكلم أكتر على جائزة مصر للتميز الحكومي. أهلا بحضرتك وشكرا ليكي جدا على التقديمة الهائلة دي. هي الجائزة جائزة وطنية تمت من 2018 من خلال بروتوكول بيننا وبين دولة الإمارات الشقيقة في مجال التميز الحكومي. هي جائزة بتشتغل على المؤسسات والأفراد، وهي تم تدشين الجائزة لتكون أداة لتحفيز الجهاز الإداري للدولة. الجهاز الإداري بما معنى الموظفين اللي بيشتغلوا جوه وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويكون كل ده في حدود معايير محددة تتماشى مع توجه الدولة ورؤية مصر 2030. فتحبي نشرح اكتر ايه هي الجوائز وكنا كام جايزه وبقينا كام جايزه؟ احنا في 2018 بدأنا الجايزه على نطاق مؤسسات محدده وب 15 فئه، فئه مؤسسيه وفرديه، وتم زيادتها تاني دوره ل 19 فئه، زودنا فئتين خدميتين وفئتين للموظفين. وفي 2020 او في 22 بالظبط دولة رئيس الجمهورية كنا في احتفالية المرأة، يوم المرأة العالمي، وتم تم اطلاق جائزة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة. فاشتغلنا عليها ودربنا الجهات المنوطة بالموضوع على المعايير، وتم تقديم طلبات الترشح. والجهات يعني المؤسسات الكبيرة اللي بتحكم الدولة اللي هي 27 محافظة و28 جامعة و30 وزارة. وتم تقدم ترشح لينا 71 ملف تم تقييمهم، وبقت من ضمن الفئات الأساسية للجائزة الوطنية. فبقينا السنة دي امبارح تكرم 20 فئة منهم جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وده كله بيكون في إطار محدد ومحوكم من خلال دورات، من خلال مراحل، كذا مرحلة بتتم فيها الجائزة، زي توعية وتدريب على المعايير، وبعدين بيقدموا طلبات الترشح، وبعد كده بيتم تقييم هذه الطلبات وزيارة الأماكن اللي اتأهلت للمرحلة النهائية علشان مطابقة الطلبات المكتوبة على أرض الواقع، ويشوفوا كل ما هو مكتوب في الطلب موجود في المؤسسات. وبعد كده بيتم التحكيم، والتحكيم إلى الآن للدورة الثالثة بيكون من خلال دولة الإمارات، بيكونوا المحكمين من خارج مصر بعرض التفاصيل المقدمة من المتسابقين. بالظبط.
طيب جميل جدا جميل جدا. يعني رد فعل دولة الإمارات بعد انتهاء حفل أمس. لا، دولة الإمارات طبعا هي دلوقتي يعني احنا من خلال الشراكة على مدار الثلاث دورات هي بتشوف ايه التقدم. هم يعني طبعا بيتفاجئوا ان كل سنة الموضوع بيتطور واحنا بنزود جوائز، وازاي الجهات هي دلوقتي بقت بنفسها هي اللي بتطلب مننا ان هي تترشح للجائزة. فهي بالنسبة لهم ده انجاز عظيم، لان طبعا احنا في دولة مصر احنا نطاق واسع، احنا عدد المؤسسات اللي احنا بنشتغل عليها اكبر طبعا بكتير من دولة الامارات. فبالنسبة لهم ده انجاز ان هم يساهموا في المشاركة، هم شركائنا، بس بالنسبة لهم بيبقى فيه خبرة كبيرة لان الوحدات اللي احنا بنشتغل عليها والمؤسسات مختلفة في مهام عملها. فطبعا دي بالنسبة لهم برضو بيبقى تحدي. فامبارح كان رد فعل هايل ان عدد المكرمين بيبقوا كانوا 60. فطبعا ده بالنسبه لهم برضو ده نجاح ليهم يعني. طبعا. طيب التحضير لدورة الرابعة في 2024 بيبدأ من امتى؟ احنا دلوقتي بنبدأ نجهز جهات ان هي نشتغل عليها جوائز داخلية زي الجامعات، زي ما معالي الوزيرة امبارح اقرت في الحفل ان احنا السنة اللي فاتت اشتغلنا على 5 جامعات، السنة دي زودنا 10، فعندنا 15 جامعة بنديهم جوائز داخلية. وهنشتغل في وحدات خدمية كمان زي مكاتب البريد وشهر عقار ومراكز تكنولوجية على مدار لحد اخر 23. وفي نفس الوقت بنعمل توعية وتدريب تاني للجهات الاصلا المشاركة معانا من الاول، واحنا معاهم طول السنة لحد ما يقدموا طلبات الترشح. وان شاء الله بقية الجائزة الوطنية هتبدأ في 24 اول 24، وبنهاية 24 هيتم الاحتفال بالمكرمين ان شاء الله. طب يعني عايزة اسأل حضرتك على حاجة، ماذا عن الاعلام؟ جوائز التميز للإعلام في كثير والله هي مؤسسة الإعلام مؤسسة طبعا ضمن الجهاز الإداري، هي مؤسسة عريقة. فيبقى طبعا لا ممكن ان هم يتقدموا من خلال الجوائز الفردية كفرق عمل او جوائز فردية. رئيس قطاع إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، أفضل موظف. ودي بتبقى حاجة كويسة لأن لما كل المؤسسات تسعى للدخول في منافسة زي كده بتبقى حاجة مهمة ليهم يعني. طبعا. والموضوع في الاخر هو الموضوع مش موضوع الجايزه اكتر من ان هو يحس قد ايه ان حد بيقدره على التميز. بالظبط. يعني كل منا يحرص على التميز بيؤدي الى النجاح الجماعي. اكيد. أستاذة سهى سعيد، يعني فعلا بنشكرك على الجهد اللي كان مبذول والنجاح والتميز الموجود في حفل التنظيم اللي كان موجود أمس، والجهد اللي كان حضرتك. وبحييكي سيدة مصرية متفوقة. شكرا ليكي وشكرا لتواجدك معنا أستاذة سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي. شكرا ليك وكل سنة وانت طيب.